احنا عندنا الحروف من الآ للزد، ماشي، بتنقسم في حروف متحركة. الحروف المتحركة اللي هي ايه؟ لو فويال، لو فويال، لو فويال. يلا نقول هما 6. كام واحدة؟ 6. A E I O U أجراك. تمام؟ طيب الستة دول حروف متحركة. أي حروف باقية بنسميها الإيه؟ لو كونسون. اسمه إيه؟ لو كونسون. تمام؟ تمام. بالنسبة للأش اللي هي بس الأش ميني. يعني إيه ميني؟ صامت. صامتة، ما بنطقهاش. أما بتيجي في الكلمات احنا قلنا وي، قلنا اوبيتال، قلنا اوتيل، ما جبناش سيرة الايه؟ الأش خالص. دي اسمه برضو حرف متحرك في حالات معينة. تمام؟ تمام. ناخد بقى اللو ارتكل. لو ارتكل الادوات. الادوات دي عندي ادوات معرفه وادوات نكره. اللي هنعرفها دلوقتي الارتكل ايه؟ ها؟ ديفيني. ديفيني اللي هي المعرفه. ارتكل ايه؟ ديفيني. تمام؟ اللا، اللو، واللا، والال ابوستروف، وال اي اس. تمام؟ ال اي امام الاسم المذكر مبدوء بساكن. يبقى لما الاقي مذكر وفي حرف ساكن اوله يبقى ال اي. طب لا، لما الاقي اسم مؤنث مبدوء بساكن ال ابوستروف. لما الاقي سواء مذكر او مؤنث مبدوء بمتحرك. طب انا قلت متحرك، شلت من اصل الابوستروف دي ايه؟ اصلها لو او لا، لو او لا. شلت شلت الايه او عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان هي حروف متحركة، فانا هجيب بعدها متحرك. متحرك مع متحرك ما ينفعش، فبشيل من الاداة ايه؟ الاو، الاي او الآ، واحط بدلها ايه؟ ابوستروف. تمام؟ الياس جمع سواء مذكر او مؤنث، بحط ده ايه؟ جمع. اول ما الاقي كلمه جمع اعرف ان هي ال اي اس. يبقى متحرك مع متحرك بنعوض عنه بالاداه ال ابوستروف. ساكن مع ساكن ينفع، ساكن مع متحرك ينفع بالنسبه للايه؟ للجمع. يبقى اي جمع سواء مذكر او مؤنث بحط ال اي اس. هنعرف اكتر بالاكزامبل. لو ليفر. لو ليفر. ليفر يعني كتاب. تمام؟ كتاب. ال مذكر، ال ساكن من غير ما اعرف ان هي معناها كتاب. ماشي؟ قبل ما اعرف ان هي معناها كتاب، او انا مش عارفه افرق بين المذكر والمؤنث لحد ما نفهم وناخد الكلمات الاكتر من كده. ال ساكن. تمام؟ يبقى معنى كده ساكن ومفرد، معنى كده انها تبقى لو او لا، المذكر او مؤنث. انا مش عارف، يبقى لازم اعرف معنى الكلمه. نفضل ايه بقى نوصل لايه؟ لمعنى الكلمه. ليفر يعني ايه؟ يعني كتاب. كتاب يعني كتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى اي. تمام؟ طيب كليب. كليب يعني نادي. النادي مذكر ولا مؤنث؟
مذكر ومبدوء بساكن يبقى ال اي. فوازان من غير الاي، من غير الاي. مانيش عارف هي ايه، ماشي، بس هي مذكر. اعرف ازاي؟ لما اعرف ان معناها يعني جار مذكر بالاي. فوازن يعني جارة مؤنث، يبقى نحط لا. في يعني بنت مؤنثة ومبدوء بساكن يبقى لا. جارسون ولد، مبدوء بساكن يبقى ال اي. امي يعني صديق، ماشي، بس هي بادئه بايه؟ بمتحرك، يبقى وانا مغمضه مبدوء بمتحرك يبقى ال ابوستروف وانا مغمضه. سوا مذكر او مؤنث ضفت لها اي. لو ضفت لها اي، حتى لو ضفت لها ايه اللي هي صديقه، يعني صديق او صديقه مذكر او مؤنث بس مبدوء بمتحرك يبقى ال ابوستروف. برافو. ها امي معاها اس بيبقى جمع مذكر ومتحرك ال اي اس. امي فيها اي واس، جمع مؤنث يبقى ال اي اس. تمام؟ يعني الجمع بنوعين سواء مذكر ولا مؤنث مبدوء بمتحرك او ساكن حتى يبقى ايه؟ ال اي اس. دي اسمها ايه؟ ارتيكل ديفيني. ارتيكل ديفيني يعني ايه ديفيني؟ ادوات المعرفة. زي كده اللي في العربي بنقول المعرفة بال، بنقول الكتاب، النادي، الصديق، الجار، البنت، الولد، الصديق. يبقى معرف بال، اسم معرف بال بيبقى ايه؟ لو او لا او ال ابوستروف او ال اي اس. ان شاء الله المره الجايه ناخد الايه؟ الان ديفيني. يعني ايه؟ ادوات النكره، يعني اللي ما بحطش فيها الف ولام. طب اللي ما بحطش فيها الف ولام بكتب الاسم كده من غير اداه؟ لا، لازم يكون في ارتكل ان ديفيني.